في عقوبات أمريكية فرضت على السودان بأنه السودان استخدم أسلحة كيميائية وأنتم أهل الطب العدلي. أنت ذكرت بأنه تستطيع أن تثبت نوع الوفاة إذا كان هو شخص مات وهو دفن هو حي، فبالتالي استخدام الكلور والله شوفي دعمت الولايات المتحدة الكلور ده ما في البيت الناس أكثر شيء مستخدم الكلور، بنستخدمه للنظافة، بنستخدمه في أحواض السباحة، بنستخدمه في للتعقيم. أيوة للتعقيم في محطات الماء، في محطات المياه إحنا بنستخدمه. والسي ال 2 ده عنده استخدامات ثانية عسكرية. نعم. عندك جانبين، والجانبين دي الجانبين هامين جدا جدا. عندك الجانب الإكلينيكي، لو أنه غاز الكلور انبعث بيعمل ما يسمى بالتهيج للأغشية الناعمة. التهيج للأغشية الناعمة ده ما معناه؟ معناه أنه شنو؟ يحصل الإنسان يعطس، الإنسان يدمع، الإنسان يقح، الأشياء زي دي. فدي مانيفستيشن، دي مانيفستيشن إكلينيكية. يعني أعراض إكلينيكية واضحة تظهر للعيان. يعني إريتيشن في العيون، والتهاب في العيون، وتهيج في العيون، واحمرار، والإنسان بيعطس، وسيلان في الأنف، وممكن تكون قحة مستمرة جدا، وممكن تكون في كتم في النفس وكده. الجانب الثاني إن مات والغاز ده كان استخدامه كان كبير جدا للناس، ممكن نلقى تفسخ في الجليد، نلقى حروق سطحية، نلقى الأشياء دي. هل الأمريكان ديل وجدوا الأشياء دي عندنا عند السودانيين؟ هل دول الأمريكان ديل بأتيام وشافوا هل إحنا عندنا حاجات زي دي؟ أنا أفتكر دي أنها كذبة كبيرة. أيوة دي كذبة أمريكية كبيرة. وهون لابد أن يعلموا بأن السودان ده له خبراء في الأمم المتحدة، وله خبراء أطباء، وله علماء ممكن يقفوا معاهم، وممكن نكون معاهم ند لند. وينو الناس الجونا؟ وينو الناس الجونا بهذه الأعراض؟ الأعراض دي كتبت، في ناس كتبوا أعراض أنه أعراض بتعتبر ما كانوا فيها أطباء موجودين، إن كان في السلاح الطبي، كان حتى في اتفاقية ثلاثية قامت بها وزارة الدفاع ما بين مكافحة الألغام وبين الجهاز لحظر الأسلحة الكيميائية وغيرها. لم يوجد. أنا أديك حاجة عجيبة. هو المبدورك ده ما بيحضر لك في الظلم، وبكشحك بالتراب في البحر. أنا أديك حاجة. في أغسطس 1998 ضرب مصنع الشفا. نعم. وقالوا انه الامريكان قالوا بكروز ضربوا كلينتون بكروز بصاروخ كروز، وضرب اجمل مصنع. كانت الوقت ذاك في طفره دوائيه. احنا كانت عندنا شركتين فقط، ام فارما والمصنع ده. السودان كله كان معتمد علينا الاثنين، والسودان كله كان بيشفى من هذين المصنعين. والسودان كله كان معتمد على أمي فارما ومعتمد على مصنع الشفاء. جميل. عشان يحطم السودان وتتوقف نهضة السودان الدوائية والعلمية، لأنه المصانع دي ما بتقوم إلا أنه يكون فيها ريسيرش، فيها بحوث. وأنا بفتكر أنه المصانع دي كانت أنها يعني أخذت أجمل العقول في الصيدلة. أنا أعلم الكلام والكيميائيين. أنا أعلم الكلام ده. أساتذة جامعة الخرطوم كانوا يعملون في هذه المصانع. فضرب المصنع ده. أتذكر كان على رأس الأدلة الجنائية سعادة الفريق متعوا الله بالصحة والعافية محمد عبد الرحيم جاه النبي. تحياتنا اليوم من هنا. محمد عبد الرحيم جاه النبي. والوقت ذاك محمد عبد الرحيم جاه النبي كان في رتبة العميد. واتصل بي تلفونيا قال لي انت وين؟ قلت له انا في المشرحه. قال لي اركب تعال لانه الاسعافات ماشيه قدامك. احنا متخيلين ناس ماتوا بما انه اسلحه كيميائيه. نعم. احنا لقينا الدوله كلها طالعه فوق المصنع ده. محمد عبد الرحيم قال لي اكان في غازات كيماويه، الناس دي كلها كانت ماتت. فتشعري بانه شوفي انا الحرب حرب كبيره بالنسبه انا بفتكر ان الحرب علينا حرب كبيره. صحيح. والله فوق ايديهم. صحيح. انه ربنا يقول ايديهم. انا افتكر انه الحرب احنا حرب كبيره علينا، حرب عابره المحيطات وعابره البحار وعابره الانهار ضد السودان. فانا بفتكر انه احنا لو كان عندنا غاز بتاع كلور واستخدم
انا افتكر يا اخي يسبب العمى في بعض الاحيان، لانه الناس بتحصل لها مشاكل بتاعت عيون كبيره. بعدين انه غاز الكلور ده ليه الناس ما قالت انه الكلور ده استخدم لما الناس الهلاليه مات منهم 600 شخص صحيح، وما ماتوا بالكوليرا. انا في وزاره الصحه في بورسودان الناس تعجبت، قلت لهم لو ماتوا بالكوليرا كان ماتوا الاطفال، عدديه الاطفال تكون اكثر من عدديه الكبار، لكن عدديه الكبار كانت يعني بنسبه 9 ل1، بنسبة 9 من الكبار إلى 1 9 طفل، إلى 1 طفل، إلى 1 طفل. نعم. معناه الناس ما ماتت بالكوليرا، الكوليرا دائما تقتل الأطفال. نعم. لأنه دائما دائما الفايبرون ده بتاع الكوليرا ده المسبب للكوليرا